المغرب إلى نصف النهائي بمستوى عظيم قدرت تتحجم فيها الكاميرون فعليا، والمغرب بشكل عام من الجولة الثالثة ومستواها مختلف كليا عن أول مباراتين، وهذا يرجع لأمور كثيرة أبرزها أساسية الزلزولي وحكيمي ووجود مرابط على الدكة وتحويل مركز العيناوي من محور 8 إلى محور 6، وهذا التحويل تحديدا خلى المغرب سلسة أكثر بالبناء والتدرج. وأنا صراحة تعبت وأنا أمدح دياز، ما شاء الله تبارك الله عليه، ومقتنع أن المغرب حتى لو تطلع من نصف النهائي وبدون ما يساهم دياز راح يحقق جائزة أفضل لاعب بالبطولة، لأن الوحيد تقريبا ويمكن لو كمان بعد اللي من أول جولة لين ربع النهائي وبكل مباراة يقدم كل ما عنده. لكن أنا أبي أتكلم عن العيناوي رجل المباراة اليوم بوجهة نظري، اللي قدر يتفوق على وسط الكاميرون كامل مع أن وسطهم يضم أسماء عظيمة مثل بليبة، إلا أنه قدر يتغلب عليهم ولعب أدوار مهمة مثل ربط الخطوط وكسب الأغلب الالتحامات سواء الأرضية أو الهوائية، هذا غير اعتراض الفرص الكاميرون. وما أنسى مزراوي برضو اللي كل ما رفع راسه مبيمو وشافه قدامه، وأقدر أقول المزراوي اليوم جسد مصطلح تحجيم على مبيمو. عموما نصف نهائي منتظر سواء فازت الجزائر أو نيجيريا، وأرشح المغرب للفوز أيا كان الخصم، لأن بيتكوفيتش يتفلسف كثير ودفاع نيجيريا سهل جدا اختراقه. عموما مبروكين، مستوى زوين وفوز مستحق.